صباح الخير على حضراتكم. النهارده انا سعيد ان انا موجود مع مجموعه طلاب ربنا وفقهم وتم قبولهم بتخصص الدايفنج في كليه التربيه الرياضيه جامعه الاسكندريه. التخصص عندنا مش تخصص تدريسي او تعليمي فقط، هم دول هيكونوا نواه في المجتمع لنشر ثقافه الغوص الصحيح، وان هم هيكونوا في المجال المهني اللي هيخدم بلدهم في النواحي الاقتصاديه، خاصه ان احنا السياحه رقم واحد في الدوله المصريه. وكل واحد فيهم النهارده سعيد طبعا ان هو جيت دايفنج وعايز يولع رساله من خلال الحضور هذا اليوم، وهيقول احنا هناخد ايه عشان برضو بعض الزملاء اللي لم يحالفهم الحظ ويحضروا معانا النهارده. السلام عليكم. كابتن عبد الرحمن عاشور، سنه ثالثه تخصص غوص. انا سعيد جدا ان انا اتقابلت في التخصص، وان شاء الله نقدمه احسن ما عندنا. هنسمع عليه وان شاء الله تبقى السنه دي سنه كويسه علينا كلنا، وان شاء الله ننجح ونطلع صح. اسمي احمد، سعيد جدا ان انا دخلت التخصص، وان شاء الله تبقى بدايه سعيده عليا. كابتن زياد عبد الرسول، سعيد جدا اني دخلت التخصص، ان شاء الله تبقى سنه كويسه علينا. كابتن عبد الرحمن ياسر، سعيد طبعا انا دخلت التخصص، وان شاء الله تكون توفيق لينا كلنا ان شاء الله. كابتن حسين احمد، وانا سعيد جدا ان انا اتقابلت في التخصص، وان شاء الله يبقى عام جديد سعيد علينا. كابتن فارس محمود، سنه ثالثه كليه التربيه الرياضيه بوير، ان شاء الله في تخصص غوص تبقى سنه سعيده علينا كلنا ان شاء الله. عبد الرحمن عصام، سنه ثالثه تخصص غوص، ان شاء الله تكون سنه سعيده ودراسه سعيده على الجميع ان شاء الله. طبعا مصر فيها مواقع متميزه جدا للغوص، شرم والغردقه، وفي طبعا اثار تحت الميه ومتميزه جدا، والسياح بيجي من جميع انحاء العالم عشان يتفرجوا على الاثار بتاعتنا. طبعا احنا عندنا الغوص بينقسم الى غوص سياحي وغوص تجاري. ايه الفرق بين الغوص السياحي والتجاري؟ الغوص السياحي بنزل مع اجانب مع اليست وكده، التجاري بيبقى في البحر بقى معدات. طبعا هنتكلموا عن البيئه البحريه طبعا، واشكال الاسماك تحت، واشكال المناظر طبعا الطبيعيه، وبنشوف كل حاجه تحت اللي هي بتبدا يعني تعمل تطور للبلد او الكلام ده كله. عندنا البيئه البحريه بتبقى فيها مثلا موجود ميه ورمله، وغير كده اسماك كائنات بحريه وصخور، ويعني اشياء تبقى ممتعه باذن الله. طبعا حضراتكم يمكن هم اول مره بالنسبه للمحاضره، فهتلاقيهم بيتلجلجوا شويه، بس دي مش رساله للمجتمع اكتر ما هي رساله لاي حد مقبل على الانخراط او الاشتراك في ان هو يكون في مجال الدايفنج. مجال الدايفنج مجال ممتع، قبل ما تبقى رياضه هي استمتاع. الناس بتجينا من انحاء العالم عشان تروح البلو هول اللي هي البقعه الزرقاء، او زي ما بنقولوا بئر مغامره الغواصين اللي موجود في دهب المصريه، او بعض الناس اللي بتيجي طبعا شرم، او بتيجي السخنه، او بتيجي مرسى علم والغردقه، عشان طبعا الماء الفيروزيه اللي اتشهرت بها الغردقه، ونقاء الميه وبعض الشعاب المرجانيه الجميله والاشكال الجميله، وخاصه ان عندنا بيئه بحريه فيه اسماك كتيره جدا، الوان مختلفه جدا في الريد سي اللي هو البحر الاحمر. وعندنا طبعا زي اللي قال زميلكم لما اتكلم وقال بالنسبه للاثار الغارقه، بتيجي ناس من انحاء العالم عشان في مدينه اسمها مدينه الاسكندريه الغارقه، او المدن القديمه واللايت هاوس والحاجات دي كلها. فمصر عايزين نقول ان احنا الشباب اللي قدام حضراتكم ان شاء الله ده مشروع تخرج، ان هم بعد الفرقه الثالثه يدخلوا الفرقه الرابعه، وبالتوفيق طبعا بتوقع لهم ان هم طبعا هيوصلوا الرابعه، بقول لكم في بدايه العام، عشان هم حابين المجال وجم بناء على حبهم وهوايتهم. وبعد كده طبعا هيتخرجوا بقى فيهم اللي هيروح زي الراجل ده ما قال الاصلابي، جزء منهم ممكن يروح الكوميرشال دايفنج اللي هو الغوص التجاري، قطع والحام وفايبر وتركيبات وحاجات تحت الميه ومقاولات وتركيب ومواني والعمليات اللي فيها شغل بدني وشغل فيه عتاله شويه، لكن فيه عائد طبعا محترم. وفيه الجانب الاخر اللي قال عليه اللي هو ريكريشن دايفنج، السياحه طبعا كذا حاجه بقى. هتشتغل انت سياحه طبعا تبع دايفنج سنتر، او هتشتغل سياحه تبع فريلانس كده تنزل ناس، او هتشتغل تبع شركات سياحه، وتفر طبعا المكان، لكن اسف الجهه، لكن المكان هيبقى واحد وهو بيئه بحريه. البيئه البحريه اللي قال عليها الراجل المحترم زي ما بنقول اسماك وبحر وميه ومتعه واعماق وحاجه. احنا ربنا سبحانه وتعالى جعلنا كلنا عايشين على الارض، وجمال الارض انت تشوف خضره تقول جمال الخضره، تشوف البحر وجمال الميه، لا ده انت هتنزل تحت في القاع في مكان يمكن انت ما يعني مش متعود ان انت تعيش فيه، لان مش مكاننا، ده مكان بيئه بحريه واسماك واحياء بحريه. فانا بحييكم وبشكركم ان انتم وصلتوا للمرحله دي ووصلتوا للتخصص، ودي طبعا كان الجزء الاول من التسجيل. الجزء الاخر بقى الخاص بيهم هيعملوا جزء عملي، اتمنى من حضراتكم تتفرجوا عليه الناس اللي ما جاتش النهارده، واتمنى من حضراتكم تشوفوا قد ايه المنقذ الغواص او الدايفر بشكل عام بيعمل مجهود وبيعمل شغل في الفري دايف جامد قوي. نشوف حضراتكم في الفيديو اللي جاي العملي، تابعوه ان شاء الله.